سيلفي تيكا سيلفي مع نجمي ولا أوه سيلفي تيكا سيلفي مع نجمي ولا مليون مشاهد بتابع بيبي، مليون مشاهد بيتفاعل. مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج سيلفي مع نجم. معانا شخصيه شايفيننا معانا في الكادر استاذ علي الحسين او كما يحلو لي انا استاذ علي حنبلي. كيف اخبارك؟ ان شاء الله كويس. يا اخي والله انا مبسوط بسطة وانا سعيد شديد. اخونا عادل حبيبنا الرجل الفنان الجميل عادل تقاسيم. انا سعيد انه الليله اكون قاعد معك. انا الاسعد والله. الله يديك العافيه. يعني بقول حلم يتحقق، يعني انا استاذ علي حنبلي. لا 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 كذا كثير علي الحلم. شنو يا زول؟ نحن ناس متاحين والله العظيم. يعني بيشوفوكم بنضحك في الشاشات اللي انا واستاذ علي حنبلي في كادر واحد نضحك ثاني عاده في الواقع زي ما بيقولوا. ابشر والله. سعيد معك تكون معي في البرنامج. والله انا ذاتي سعيد. انا ذاتي سعيد. جد سيلفي مع نجم جاب نجم بكل المقاييس وتكون اضافه لي ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. نحن ذاته تكون اضافه لنا نحن ذاته يعني. الله يديك العافيه يا استاذ. تسلم. طيب الناس بتعرف علي حسين او علي حنبلي. علي حسين عرف انه هو نفسه علي حسين او علي حنبلي بيتين؟ عرف انه علي حسين اول حاجه. والله انا يعني من ناحيه فنيه ولا من ناحيه علي حسين؟ من ناحيه فنيه يعني كان انت معروف في الميديا علي حنبلي او الرجل الفكاهي زي ما بيقولوا. شوف الفنون دي عموما بتكون جاريه في الانسان مجرى الدم. الفنان ده اصلا بيولد فنان. يا سلام. يعني الموهبه بتولد مع الانسان. بعد ذاك الموهبه دي اما انت طورتها لقدام، الظروف ساعدتك طورتها، او انك انت وأتها في وقتها، او مشت معاك فتره من فترات حياتك ووقفت، او استمرت معاك لاخر حياتك. يا سلام. من المدرسه زمن الجمعيات الادبيه. يا سلام يا. انت حضرتها؟ طابور الصباح يعني حضرنا. حضرت طابور الصباح. لكن شوف السودان ده كان المورد الرئيسي للفنانين او المنبع الرئيسي اللي بيطلع فنانين في السودان كانت هي المدارس. صح فعلا. وستيلنا وهي المدارس لكن بس بشكل مختلف. يعني عشان ما اقعد امجد لك في زمننا، لكن زمننا كانت دوله مهتميه كان بالتنميه الثقافيه، بالتربيه الثقافيه، بالمسرح المدرسي، بالحاجات دي، ودي ساعدتنا في اننا نحن نتطور ونمشي. يا سلام. بعد ذاك انا عشت في ام درمان في مبدة. ما شاء الله. ام درمان دي فيها ميزه بتصنع الاقوياء. يعني اغلبيه الفنانين من ام درمان؟ لا ما الفنانين، الاقوياء عموما. يا سلام. ام درمان عندها القدره على انها تصنع الاقوياء، لانه ام درمان طبيعتها وتركيبتها هي التركيبه السودانيه الاصيله. يعني اذا عايز تفتش عن السودان اهبش ام درمان، اصل ام درمان، اقطع الكوبري على ام درمان. يا سلام والله. شفتها؟ بتصل هناك بتلقى في انسان قادر يتعايش في كل بقاع الدنيا. ده الانسان بتاع ام درمان. ما شاء الله. بعد ذاك بتلقى انسان ام درمان ده ذاته الفنان فيه فنان، واللاعب فيه لاعب، والاعلامي فيه اعلامي، يا سلام، والرئيس فيه رئيس. الله يرحم نميري. ان شاء الله يا اخي نرجع السودان ونمشي درمان، نكون من اصل درمان. كيف هي مش مساله انه باقي المدن لا، لكن انا بتكلم عن خاصيه ام درمان انها بتصنع فيك القوه والشراسه والقدره على الصراع، والفن صراع. ما شاء الله. انت عارف عشان تبقى فنان في السودان لازم تصارع. فعلا. ليه؟ لانه اغلب الفترات السياسيه اللي مرت على السودان كان فيها الفنان عايش في زاويه بعيده جدا مهمش. صح. بعد ذاك قام صنع نفسه. اغلب الفنانين صنعوا روحهم بروحهم. فعلا. من تجربه خالد ابو الروس اللي هو ابو المسرح السوداني. يا سلام. وبعديه نماذج المسرح ابتداء من الاستاذ العظيم الفنان الكبير الكوميديان الاول في تاريخ السودان الاستاذ الفاضل السعيد. فاضل السعيد صنع نفسه بنفسه. ما في اي دكان بتجي تمد لك يد العون الا بعد ما تبقى فنان. بعد ذاك السوق بيتعاطى معاك حاجاته. ونرجع زي ما قلت الانسان او الفنان بيصنع نفسه خاصه في السودان. فنحن كممثلين طبعا هي عشان انا ممثل معكم يعني. لا خذ راحتك. جدع عادي. جدع. الضرائبين عامه في السودان بيواجهوا مساله الانتاج، مساله انه هو واحد يقدر يعني يشتغل حاجه يقدر تضيف له. فانتوا كيف بتحددوا الحاجه دي؟ ما حليناها بس تدينا بس. والله تدين بس. شوف يعني عشان تنتج ما انت ممثل. صح. ما في رجال الاعمال والشركات والمؤسسات في السودان يدها ثقيله تجاه الدراما السودانيه، عشان كده قعدنا بعيد من العالم.
شوف هسه نحن في مصر، شوف مصر دي التطور بتاعها والنهضة الثقافية بتاعتها ممكن تكون ابتدت من عصور قديمة جدا من قبل الحملة الفرنسية. صح. كويس. الفن المصري بقى هو رافد من روافد الاقتصاد للدولة، لكن نحن ليه بعيدين؟ لأنه الدولة ما عندها رؤية، أو الرجل السياسي، أنا ما بتكلم عن الدولة كحكومة سودانية، أنا بتكلم عن الرجل السياسي السوداني لسه ما وصل لمرحلة أهمية الفنون والثقافة بالنسبة للبلد شو، ما قادر يصل للحتة دي. ممكن تكون مصدر دخل للدولة عامة. يبقى الدولة ما حتساعدك، صح. حتفتش عن مصادر ثانية اللي هي الشركات. الشركات صراحة رجال الأعمال ديل أغلبهم على قدر حالهم فكريا. صح. قدر الواحد ما بيكون يفكر يعمل حاجة، قدر حالهم ما عارفين أهمية الفنون يعني شو. فعلا. فهو برع الشيء بيراه إنه يا أخي ممكن يفيدني في شو. بحيث إنه ممكن يفيد أكثر. يعني أنا جر علي مسلسل وممثلين لا 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 كده، أنا أشوف لي برنامج فيه غنى كده وغونات كده وفنانات كده وأنا أرعاه ويحط اللوجو بتاعي في الشاشة دي وخلاص. حسب الفهم ثاني. بالضبط كده. فالدراما السودانية بصراحة يعني ما لقيت مساحتها. ما لقيت. والبنت يجوا بالمناسبة فنانين وممثلين. الأغلب فعلا. الأغلب البنت يجوا فنانين وممثلين، بنت يجوا بنفسهم. إنتاج ذاتي. بيمشي بيشيل من خالته، بيشيل قروش صندوق بهنا وبيلقط لك ما عارف من أولاد الحلة في برنامج بالراحة كده يقولون على التاج. بالضبط. يا سلام والله. طيب أستاذ عبد الحسين، في السودان يعني في فترة من الفترات وحتى الآن يعني الأسماء اللي كانت لامعة في السودان يعني فرقة حنبلي وتيراب. ما كانت لحد الآن لا. حتى الآن يعني زي ما بقول الاسم ساطع. فحنبلي كيف قدرت يعني نقول تتحدى أو تكون ثابتة مع تيراب في الزمن ذاك، وكيف كانت روح التنافس بين الفرقتين يعني؟ هي ما تيراب، هي حنبلي لما ظهرت كانت الساحة الفنية فيها 4 ولا 5 فرق. يا سلام. كانت في الجو الرطب. الجو الرطب دي الفرقة الأم لكل الفرق دي. يا سلام. وتحية للأستاذ بابي كرسيلك، الأستاذ محمد علي عبد المجيد. وديل من مؤسسي الجو الرطب، والجو الرطب ده أسسها مجموعة من الناس، لكن المؤسس الرئيسي لها فنيا زول اسمه أكرم زكي، ما كان موجود، هسه حاليا ما موجود. من الناس اللي اختربوا بدري مشوا انجلترا، وبعد ذاك تقريبا هو الان في الامارات. نحن بنحييه وبنقول له يا اخي تحيه لك. ايوه وده عادي تقاسيم يا زعيم يحييك برضه. ف الجو رطب، وكان موجوده فرقه الهيلا هوب، تحيه للاستاذ طارق اللمين، كل افراد الهيلا هوب. بعد ذاك في فرقه ثانيه انقسمت من الهيلا هوب سموا نفسهم الهيلا هوبا، كانوا موجودين والله جدي معك والله. اي فبعد ذاك كان في بواقي مجازفات، فرقه اسمها مجازفات كونوا الاستاذ ربيع طه ومجموعه من الفنانين، فكان موجوده بالاضافه للتيراب. وجينا نحن حنبلي يعني زي ما بيقولوا جاء اخر واحد وقاعد قدام في الصف. نحن مش قعدنا قدام، كل فنون دائما ما بتقاس بانك قعدت وين، بتقاس بمدى تاثيرك للحياه. اول شيء قدمته لبلدك شنو. وبالعكس انا كنت اتمنى انه الفرق دي كلها تكون مستمره عشان نقدر ندي طاقه اعلى، لانه بلدنا السودان محتاج للفنون بشده، شديد محتاج للفنان شديد، محتاج للفنان عشان الفنان جمال. نحن القبحي عندنا كثير، وللاسف الشديد القبحي عند الساسه هو الشوه السودان فعلا، وخلانا الان نحن عايشين في الواقع المرير ده. لكن لو كان البلد دي مليانه فنانين تاكد انه السودان بيشبه الفنانين وبيشبه الجمال. يا سلام. السودان جمال، رساله قويه جدا. اي يعني اتمنى الناس كلها تبقى فنانين من داخلهم ان شاء الله يا رب ان شاء الله. طيب بالنسبه للفرق والجماعات في السودان كانت يعني حنبلي عملت اسم حتى الان ما شاء الله يعني في فكيف انت كمدير فرقه قدرت يعني تتناول مجموعه من الاعضاء ديل وقدرت تشتغل معاهم على الحاجه دي واستمرت لكتين؟ والله صعبه خلاص. طبعا انت عارف اقول لك حاجه، طبعا من الادارات الصعبه جدا اداره الفنان يعني. طبعا اداره الفنان دي، الفنان ده يا جماعه شخص عامل كيف؟ الفنان ده في الاول شخصي مزاجي، صح. الفنان ده شخصي متمرد. الفنان شخص عايش في دائره بتاعت احلام خاتيها يعني وهذا الجمال بتاعه. انت قال الجمال بيستمد من شنو؟ هو لو قاعد يمشي في الشارع والسخانه والعرق والشكل ما بيقدر ينتج فن. الفنان داير صفاء، يلا الصفاء ده بيصنعه لروحه، يلا الصفاء ده بيقوم بيخليه هو متطلبات الصفاء عنده او المطلوبات الدائره في صفائه ده صعب التحقيق. فتخيل انت تدير زول تعنيت شديد يا زول
تعرف ده تدير ناس وما زول واحد، يعني انت بتدير في زول واحد، انت بتدير في 7 10 15 نفر. يلا تخيل انك انت بتدير يلا في 15 نفر ديل بتدير فيهم ديل، بتلقى في واحد هنا ده مجنتر وده مجنون وده ده هنا جاي وده مشاكل فيك بهنا، لكن لذيذه. ليه؟ لانهم لما يطلعوا المسرح بدوا صوره جماليه عاليه. يا سلام والله. بيتعبوا تحت لكن فوق بيسعدوا آلاف الناس. يا سلام. نتعب نحن، انا اتعب لكن يسعدوا الناس. يا سلام والله. فانت ذاتك لما تحس بانك انت القوه الدافعه للناس زي وخلتهم يمشوا لقدام، وانت يعني الناس زي في الكالوس مختلفين من الناس اللي طالعين في المسرح، مع انه والله في الكالوس وبر الكالوس جميلين. يا سلام والله لي التحيه. طيب انت النكته اصعب ولا المسرح او السكتش في المسرح اصعب؟ النكته اصعب. جدي معكم. كيف؟ ليه؟ السكتش ده او المسرح عموما، المسرح ده شغل مجموعه. فعلا. يعني انت اي واحد بيكمل الثاني. اي واحد بيكمل الثاني. فهنا في عادل ممثل بتاع الدكان، في علي ممثل زول داير يشتري، في مرا جات من هناك شايله طفله، في كده اغلى الحدوته بتكون مكتمله من كل الجوانب. مجموعه بيأدوها. النكته بديها زول واحد. النكته بيأديها زول بيحكي هو بيتغمص شخصيه بتاع الدكان وبيتغمص دور المرأة، بيتغمص دور عادل. فالاصعب وين؟ اصعب. طب والله يا اخي زي ما بقول استاذ الحسين مكمل النكات كلها، ما خلى النكته كده ما قطعها فيه. الله يبارك فعليك التحيه والله يا استاذ. طيب دور الدراما السودانيه او دور الدراما في بلده كبير جدا. في ظل اللي احنا حاليا عايشين فيه، نتمنى ان ربنا يصلح الحال مع المغرب. دور الدرامي او الاعمال الدراميه حاليا بتتناول تكون يعني ماشي مع الواقع السوداني ولا ما بعد الواقع السوداني الحالي اللي احنا عايشين فيه؟ انه اللي يفترض انها تكون متعايشه والله شنو؟ الاعمال هسه هي حاليا بنشتغلها كان كدراميين، المفترض نشتغل الجانب الواقع اللي حاليا اللي احنا عايشين فيه، ولا بعد اللي حيحصل شنو يعني بعد الحرب. هي الدراما دي هي مرآة عكسة للحاصل اصلا يعني هي الدراما ذاتها لو ما عكست شيء موجود وحاصل ما في زول بيتفاعل معه. فهي الدراما دي شامله، بتحكي لك عن الماضي وعن المستقبل وعن الحاضر وعن كده، فهي اي زول يتناول الحته اللي بيقدر يشوف فيها نفسه انه ممكن درامته يتقدم فيها شو. يعني عادل يشتغل عن حاضر السودان، علي يشتغل عن ماضي السودان، فلان يشتغل عن مستقبل السودان، وده يشتغل عن رؤيته للحلول شنو كده. طيب زمان يعني نقول انتوا اول حاجه زمان الواحد كان يقدر يعني بيلقى صعوبه يصل المسرح، يصل التلفزيون، يقدر يعني مثلا يجيب برنامج او مهرجان عشان يقدر يعرض حاجته للناس. حسي التليفون ما خلى حاجه، اي زول ممكن يفتح التليفون، الميديا دي ما خلت حاجه. فالميديا حاليا ظهرت اشخاص انا بقول صناع محتوى غير مؤثرين في الميديا عامه، او بالاخص يعني عكسوا صوره عكس اللي انتوا اشتغلتوها. فيعني انت رؤيتك للحاجه شنو؟ في صناع محتوى بجد يعني ما يطلق عليهم كلمه الممثلين، لكن حاليا اشتهروا انهم ممثلين وما بتناول الجانب الواقع السوداني، بتناولوا حاجات ما عندها علاقه بثقافتهم. طيب هو اول حاجه كلمه ممثل دي كلمه كبيره غلط. كلمه ممثل دي ما بتطلق على اي زول مسك له كاميرا وخدتها قدامه وقام ادى دور ولا كده. التمثيل ده علم يدرس، بيخشوا له كليات بياخذوا فيه درجات علميه لحد درجه الدكتوراه، ويعني ما شيء ممكن الانسان بسهوله كده. اي الموهبه ممكن تكون موجوده لكن الدراما بتنقسم لعده اقسام، في مسرح، في تلفزيون، وفي سينما، وفي اذاعه. صح. انت شوف نفسك ممثل وين؟ انت ممثل تلفزيون، يعني اذا جيت ناولت الزول اللي بيشتغل في السوشيال ميديا ده اللي بيشتغل بالتليفون وده، انت ممثل في التلفزيون؟ نو. انت ممثل في السينما؟ نو. انت ممثل في المسرح؟ نو. انت في الاذاعه؟ نو. انت شغال في السوشيال ميديا. صح. يبقى ما تطلق على نفسك اسم ممثل ساكت. طيب تاثيرها اسرع واكبر. هي توصيل سريعه لكن هي تاسيس ما سريع. صح. لانه الممثل الحقيقي هو الممثل المؤهل اللي بيدرس الحاجه دي، واذا ما درسها بيمر عبر كورسات او عبر تجارب بتخليه انه يكون قريب له. يعني مثلا انت عادل ده بديت بالسوشيال ميديا. صح. لكن قبل السوشيال ميديا اشتغلت مسرح. خريج الكليه. المشتغل مسرح ما مثل نهايه،
ولا ممثل ولا من حقه يطلق عليه اسم ممثل. تعبنا والله يا استاذ طارق بكري يعني. كيف؟ لا تحيه له طارق بكري استاذ كبير. تعبنا شديد يا شوف طبعا طارق بكري ده بيشتغل الشغل بتاع السايكودراما ده صعب يا زلمه. يا زلمه عذبكم عذاب ها. تخيل معاويه وطاهر تخيل ايوب كمان لا حول ولا قوه الا بالله. تحيه له يا اخي والله ايوب ده بالمناسبه اشوف من الناس الما سهلين. ايوب ده شوف هسه حاليا بيقدم في حاجات عندها علاقه بالمخدرات بشغل المخدرات. عنده سلسله حقت المشخصات دي بتشخص شخصيات. ايوه بالضبط كده. فنحن بنحييه. فيلا ده الفنان هو لابد انه يكون هو الطوق بتاع النجاه بتاع المجتمع في حتات كثيره. او على الاقل ما قدرت تعالج المس المشكله ونبه لها الناس. صح. وده اللي بيعملوه كثير من الناس يعني. فشوف المسرح لانه بيصغي لك. هسه انا ممكن اجي قدام التلفزيون تقول لي تعال نمثل مسلسل، اجي امثل المسلسل. لو في تجارب كثيره زي دي تعال مثل المسلسل، اجي اغلط تصلحني، تقول لي لا ارجع عيد من جديد، ارجع عيد من جديد، امشي السينما عيد من جديد. لكن في المسرح ما في عيد من جديد. في المسرح ده الجمهور تغلط ده والحشاش اللي شبكته. جطمت شغلتك الجمهور يصفق لك، ما جطمت شغلتك بيردمك طوالي بيردمك، ما بيردمك في اللايكات بيردمك بوشك كده. عشان كده شوف المسرح ده شيء ما سهل. ايوه ما بقول المسرح ابو الفنون طبعا. فيعني استاذ علي حسين اسم يعني ما شاء الله قدر يعني يعمل له بصمه في فتره من الفترات وعمل يعني غايه جماهيريه. فدايما استاذ علي حسين لجمهوره او للناس اللي بتتابع علي حسين وعلي حنبريب فرقه حنبريب عامه، يعني نصيحتك للشباب حاليا في الميديا قاعدين يشتغلوا حاجات منها انا ذاتي فانصحني برضه، فنصيحتك لهم شنو؟ اول نصيحه ما تبدا بيها، ابدا بيها. اول نصيحه ليك وليهم ما تجيف. الله يديك العافيه يا استاذ. اوعى تجيف. وقفت وفشلت ما تجيف، واصل. اغلط قوم اقع افشل تاني قوم تاني، خليك لا يوقع ما تقع. شفت قوم واصل ما تجيف. وقفت انتهيت. دي نمره واحد. نمره اثنين حاول بقدر الامكان اقرا. والله تقرا تصل. تخلي القرايه تقع واقرا الكتب. اكثر حاجه اقرا الكتب. ما تقول لي يا اخي والله الكتاب ده بلقاه لا نمشي اشتري حي، اشتري كتاب عديل ورق كده اعمل لك كده اقراه. عارف يا عادل الناس من خلت القرايه حاجات كثيره ضعفت. صح. اي الميديا عموما ما نعمه فعلا، وفي بعض الناس حولوها لنغمه. انا بقول لهم اعملوا حسابكم، حاولوا استفيدوا منها لانها هي ممكن تفيدك وممكن تضرك وممكن تضر بها الناس، وهي اداه. شوف الاشاعات حريق الشخصيات ده عند السياسيين. طبعا السياسيين دي انا ما بريد كويس، لانه بيحرقوا بعض وبيمارسوا على بعض حاجات كثيره جدا، وبيعملوا غرف كده وبيضروا ده وبيسووا ده وبينزلوا ده عشان مختلف معاه سياسي. دي واحده من مشاكلنا، انه السوشيال ميديا ممكن تستخدمها في الخير وفي الشر. حاولوا استخدموها في الخير، وحاولوا اقروا، وحاولوا اصلوا وواصلوا وتعلموا، وشوفوا التجارب اللي قدامكم وادرسوها. والله شباب السودان ديل يكسروا الدنيا ان شاء الله. والله انا مؤمن تمام بالكلام ده. يا سلام كويس. وانا ذاتي لا والله نحن بالنصائح دي نمتع قاعدين ان شاء الله يا اخي. والناس يعني الواقع اللي نحن عايشين فيه وان شاء الله الناس تكون عرفت تجاربها شنو، واحد يقدر يكتشف نفسه، يقدر يعمل الحاجه اللي هو عايز فيها اللي قدامه. اي والله. وبعدين الحرب دي ذاتها تخلي الزول يراجع نفسه. يا اخوانا زمان الزول كان بيعمل حركات كده بتاع شنو يكسر الحنك ده، لانه القصه شنو يعني احنا دايرين اللي قدامنا من السودان جديد يعني انت زمان كنت شنو بتفتن بين الناس كده بتنقل الكلام، خلي الكلام انا نقل الكلام. الزول كان بيعمل لي حركتين مال لزاز كده يجي لي الحركتين المال لزاز دي. يعني نرجع السودان شنو عشان الحرب ثاني ما تقوم يا اخوانا. الحرب دي بتقوم بالذنوب ذنوب الناس. والله ان شاء الله هنرجع سالمين وغانمين يا رب. وجد برنامج سيلفي مع نجم، يعني انا بجيب النجم بكل مقاييسه. واستاذ علي حسين يعني بالنسبه لي انا زول استاذي، ما اشتغلنا مع بعض لكن جد انا تعلمت منك كثير. والله الله يديك العافيه. ودي زياده منك. لكن يا اخواننا والله المساله ما قصه انه انا متواضع ولا متواضع. والله انا واحد وافخر واسعد ومليان فخر بانه انا سوداني وانا من الشعب السوداني. والله كونه انا اكون ذره في ارض السودان والله ده يساوي عندي الدنيا وما فيها. فيا سودانيين اعلموا انه ربنا اكرمنا بارض وبجغرافيا اسمها السودان، وان شاء الله الحرب تنتهي ونرجع كلنا ونبني سوداننا الجديد. اللهم امين يا رب.
باذن الله. ان شاء الله. وسعيدتكم معي في برنامج بسيط والمتواضع ده. الله يديك العافيه. والسيلفي مع نجم جاب سيلفي، يعني جاب نجم يكون كلمه نجم يا جماعه. فانا يمكن كل حلقه باخذ سيلفي مع نجم من الذكر. عليك الله؟ والله مجان كده ولا فيها قروش؟ انت الحلقه كامله ابيض. انا اخذ سيلفي. ابشر. سيلفي قدوم البطه. سيلفي تيكا سيلفي مع نجمي ولا اوه سيلفي تيكا سيلفي مع نجمي ولا مليون مشاهد بتابع بيبي، مليون مشاهد بيتفاعل.